هو يعني ايه اصلا تطوع؟ طب هو ده مش هيضيع لي وقتي؟ طب ليه تطوع؟ اتطوع ليه؟ آفات العمل التطوعي. هو انا ممكن اتطوع في ايه؟ طيب انا لو عاوز اعمل ستارت اب بقى التيم وابدا من الف للياء، ابدا منين؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له. النهارده في ثالث حلقات سلسله الجامعه هنتكلم عن العمل التطوعي. يعني ايه اصلا تطوع؟ التطوع هو انك بتتبرع بحاجة مش مستني من وراها اي مقابل. ايه ده؟ ثانية واحدة، التطوع بأي حاجة مش مستني وراها مقابل؟ يعني هو التطوع ده مش بيبقى مثلا تبرع بالدم بس او بالمال، لا. انواع التطوع كتيرة جدا، في اللي بيتطوع بوقته، في اللي بيتطوع بماله، في اللي بيتطوع بجهده او بفكره او ببدنه او بأي حاجة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر التطوع في القرآن قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. كلمة خيرا نكرة الشمول العمومي. الحسن البصري بيقول ان هي شاملة كل نوع من انواع التطوع. وكمان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر التطوع في القرآن في آية تانية قال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. فكلمة افعلوا الخير جاية كده عشان تشمل كل انواع التطوع. ليه التطوع اصلا؟ رقم واحد في ليه التطوع اصلا ان انت في الحياه بتحقق المعادله الصعبه اللي هي عباره عن ان هم بيطلبوا في الشركات دلوقتي حديث التخرج وخبره كذا سنه. طب منين حديث التخرج ومنين خبره كذا سنه؟ انت بتقدر تحقق المعادله الصعبه دي اوريدي من ان انت تشتغل وانت طالب او تدخل الفرق التطوعيه. لان الفرق التطوعيه عباره عن شركه صغيره بتعلمك وبتديك فعلا السكيلز اللي بتاهلك لسوق العمل. فهي بتعلمك مهارات كتير جدا زي الليدرشيب، زي ان انت تقدر تحل نزاعات او تفصل بين الناس او انك تدير مجموعه من الناس. بتقويك فكريا جدا لان هي بتخليك تتفتح من بدري على حاجات كتير جدا، فبتكسبك مهارات كبيره من بدري زي مهارات التفكير الناقد او التفكير التحليلي او المنطقي او الابداعي. كل الحاجات اللي احنا قلناها دي انت مش هتكتسبها من السكاشن والمحاضرات، في الحقيقه مش هتكتسبها الا لما تحط نفسك في قلب كيان من الكيانات التطوعيه دي. تاني نقطه، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. الله سبحانه وتعالى هيوقف لك اللي يساعدك لما انت تساعد دلوقتي. انت بتساعد بالنية دي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما اكرم شابا شيخا لكبره الا قيض الله لهذا الشاب من يكرمه عند كبره. رقم 3، قضية انك فعلا حاسس بنفسك وبقيمتك. ما انتش عايش في الدنيا مالكش اي لازمة الا نفسك. عايش سواء بتزرع فكرة او بتقضي حاجة حد، المهم انك بتعمل حاجة مفيدة ليك وللناس. عايش همك فعلا امة، مش همك نفسك وبس. قوم وما تبقاش اناني، خلي همك فعلا الامة مش كل همك نفسك وبس. على الاقل عشان تعرف ترد لما تتسأل عن عمره فيما افناه. رقم 4، ان العمل التطوعي فعلا حاجة بتطلب في السيفيهات في كل الشركات دلوقتي. 7% من السي في بتاعك بيتبص للعمل التطوعي فيه، فدي حاجة هتخدمك بعد كده في اي شغل انت هتدخله. رقم 6 والاخيرة، المتطوع يكفيه فخرا انه بيعمل احد اعمال الانبياء. الله سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الانبياء في القرآن بيقول وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات. آفات العمل التطوعي. رقم 1، الاختلاط. التعامل الزايد ما بين الولد والبنت اللي بيحصل في أماكن كتير جدا بنشوفها. التعامل اللي بيوصل لدرجة كسر الألفة أو الهزار الزايد عن حد، أو إن هم يبدأوا يخرجوا عن إطار الشغل في الكلام ويتكلموا في حاجات تانية، أو يوصلها باعتبار إن هي أخته. كل الحاجات دي غلط ومش صح خالص، حرام. الله سبحانه وتعالى بيقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تيجي يوم القيامة جبل الحسنات اللي انت عامله تلاقيه مرة واحدة بخ، مفيش حاجة. ليه؟ بسبب ان انت اصلا كنت بتضيعه بحاجات غلط انت كنت بتعملها. ده اصلا غير ان انت في الدنيا اصلا وانت لسه بتعمل العمل، الاختلاط الزايد ده بيؤدي ان انتوا بتبدأوا تهملوا العمل وبنبدأ ننغمس في حاجات تانية غلط. اكتر حد مسؤول عن ده وهيتحاسب امام الله سبحانه وتعالى عن الكلام ده هم القادة اللي ماسكين المكان. فالمطلوب منك انك دايما عمال على بطال باستمرار قاعد تفكر الناس بتجديد النية، وبان غلط ان حد ينغمس في حاجة زي كده. لو في شباب بس ممكن تتكلم في ده بشكل مباشر، لو في بنات بس ممكن تتكلمي حضرتك في ده بشكل مباشر. زاد ان احنا لازم نعرف حدود التعامل ما بين الولد والبنت في الاسلام، ودايما نذكر بعض بيها. يعني من الحاجات العظيمة اللي شفتها قبل كده ان في بين بوست محطوط على الجروب بتاع احد الفرق مكتوب فيه الحدود بتاعة التعامل ما بين الولد والبنت.
رقم 2 الرياء. الواحد ممكن بعد ما ينغمس في العمل التطوعي يبقى فيه روتينية، وممكن كمان نيته تبدأ تحيد عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيبدأ يبقى فيه حاجات من حب الظهور، حب الشهرة، اللي هو يبدأ يقارن نفسه بالناس اللي شغالة معاه في نفس المجال، فبدل ما يبقى التنافس للآخرة يبقى تنافس دنيوي بحت. طيب عشان انا احمي نفسي من حب الظهور او الشهرة او الرياء او اي حاجة من دي، المفروض اعمل ايه؟ من وجهة نظر ان في 4 حاجات لو عملتهم يستحيل ان انت تقع في النقطة دي ان شاء الله. رقم 1 دعاء انك تلزمه ما تسيبوش. اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك مما لا اعلمه. رقم 2 رسائل قدام عينك 24 ساعة بتذكرك فعلا بنيتك وانك تجدد النية. رقم 3 انك تبدأ تحاول تفكر اللي حواليك بتجديد النية وتطلب منهم ان هم يفكروك بيها. رقم 4 والاخيرة ورد قيام الليل، هم ركعتين في 5 دقايق، والمحافظة على صلاة الفجر، وبعض أذكار الصباح والمساء اللي بتفكرك باستمرار وبتبرمج عقلك على ان انت المفروض اي عمل بتعمله يكون خالص لله سبحانه وتعالى. من وجهة نظر ان الحاجات ال4 دي لو حضرتك وظبت عليها يستحيل تقع في الرياء ان شاء الله. بس لو حابين تستزيدوا في الموضوع ده ففي كذا كتاب عظيم جدا في الموضوع ده، زي كتاب القلب مرآة فكن على حذر، زي كتاب ورد القلوب، زي كتاب كيف تخلص لله راقب قلبك ونيتك، زي الكتاب العظيم طلاب عمل لا طلاب علم، وكتاب انا واخواتها للدكتور سلمان العودة. رقم 3 العشب. انت فعلا ممكن تنجو من مشكلة زي مشكلة الرياء، لكن الشيطان لن يتركك، فممكن ما ترائيش امام الناس لكن تبقى فخور جدا ومعجب جدا جدا بنفسك، فتبدأ تظهر من بره التواضع ولكن انت معجب بنفسك، وبينك وبين نفسك لسان حالك بيقول انما اوتيته على علم عندي. خالص هو الله سبحانه وتعالى اللي وفقك لده. حتى الشيخ الشعراوي كان بيقول إذا حمدت الله فاحمد الله أنه وفقك لحمده. فأنت لما تعمل حاجة فيها صلاح فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى أنه وفقك لده وما تعجبش لنفسك إطلاقا. حلول العشب هي نفس الحلول اللي احنا ذكرناها بتاعت الرياء، ولكن لو برضه حابب تستزيد في ده في كتاب عظيم في ده اسمه حطم صنمك للدكتور مجدي الهلالي. طيب احنا اتكلمنا في ازاي اعالج امراض قلبنا. طب وامراض قلوب الناس؟ بص انت مالكش دعوه بالناس خالص، انت بتعامل الله سبحانه وتعالى ما بتعاملش الناس. واعرف انك متى ربطت العمل اللي انت بتعمله بحاجه ماديه فبمجرد زوال الحاجه الماديه دي اثر عملك ده هيروح، فخليه دائما وابدا لله سبحانه وتعالى. طيب بس ما هو في ناس بتطلع لنا بتشكك في نوايانا وبيظنوا فينا ظن سوء بيتهمونا بحاجات باطل. حلو جدا، يبقى زي ما احنا اتفقنا مالكش دعوه بالناس خالص. عش عفويتك تاركا للناس إثم ما يظنون فلك أجرهم ولهم إثم ما يعتقدون. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم حصل معاه كده، مش عاوز أنا وإنت يحصل معانا كده. بلاش، الله سبحانه وتعالى اللي خلق الكون ده كله، مش كل الناس اللي على وجه الكرة الأرضية بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي، هم 1.7 مليار بني آدم مسلم على وجه الكرة الأرضية كلها. بس أنا متضايق لأن دول شوية ظلمة. يا عم ردد الدعاء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمه لنا، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل دائرة السوء تدور عليه. يعني انت شايف ان انا ما ردش خالص؟ يا عم ان الله يدافع عن الذين امنوا. طالما انت واثق في نفسك وفي عملك وفي نيتك وبتتقي الله سبحانه وتعالى، سيب شغلك هو اللي يرد عنك وسيبها لله سبحانه وتعالى. طب بس في ناس فاضية بتقعد تربط حاجات حصلت مننا فعلا بحسن نية بحاجات تانية ويمنطقوها بمزاجهم والناس بتصدقهم عادي ولا كأن اي حاجة بتحصل، ما تردش برضه. اهم حاجة انك تكون متأكد جدا من حاجتين. الحاجة الاولى انك تكون واثق جدا من جواك ان الناس دي كلامها غلط مش صح، وانك تكون بتعامل الله سبحانه وتعالى زي ما احنا اتفقنا. الحاجة التانية ان انت في نفس الوقت لازم يبقى لك ناس زي البوصلة كده بتوجهك، ناس اهل علم، ناس كبيرة، عشان ما تلتفش حوالين ذاتك وتبقى صنم لذاتك وماشي بدماغك بس. طب وبعدين الناس دي هتفضل قاعدة كده على طول؟ لا طبعا. بص انت قدامك طريقين ملهمش التالت. الطريق الاول انك تفضل منشغل في اللي انت بتقدمه وفي نجاحاتك، في حين ان هم قاعدين مضيعين وقتهم في انشغالهم بنجاحك انت ومش فايقين خالص. الطريق التاني ان هم يبداوا يفوقوا بقى ويبطلوا شغل التنظير من غير عمل على الارض، يبداوا يفوقوا ويحاولوا ان هم ينجحوا هم كمان. ففي الحالتين انت مش خسران اي حاجة، انت كده كده مكمل باذن الله سبحانه وتعالى. الفكرة في ان هم بقى يبداوا يفوقوا. بص انت كلمة حطها حلقة في ودنك، استاذ علمها لي من زمان،
إن لم تجد لك حاقدا فاعلم أنك فاشل. بس يا حنبل أنا عاوز أطمن إن أنا ماشي صح. طيب بص يا وليد، هو عامة أول معيار لأن أنت ماشي صح ولا لأ المعيار اللي احنا لسه قايلينه من شوية، إن لم تجد لك حاقدا فاعلم أنك فاشل. بقية المعايير بقى ما بين استخارة الله سبحانه وتعالى في أمورك كلها واستشارة أهل العلم والناس اللي عندها خبرة والحاجات دي هتفيدك قدام ولا لأ، وهتفيد الناس ولا لأ، هتضر الناس في إيه، رضا والدك ووالدتك، ايا كان المعايير دي كلها هكلمك فيها في فيديو لوحده اسمه زي ما انت بتقول كده عاوز اطمن ان انا ماشي صح. بس بعيدا بقى عن كل اللي احنا قلناه ده، في حاجة مهمة جدا عاوزك تسمعها، حلقة 5 دقايق مش اكتر لدكتور وليد الفتيحي اسمها اصحاب القضايا. انت بقى يا سيدي مصمم في ان انت عاوز تتعلم اكتر التعامل مع الناس دي ازاي، والناس اللي مضايقنا في المجتمع او الناس اللي ماشيين غلط او ايا كان اشكالهم هي ايه، مفيش غنى عن كتاب استاذ دكتور سلمان العودة، كتاب شكرا ايها الاعداء. طير انت. رقم 5 ترتيب الاولويات وانك تكون فاهم انت بتعمل ايه. بمعنى ايه؟ ما ينفعش تكون انت موظف عندي مثلا في شركه وانا اديك تاسكين، اقول لك التاسك الاول ده المهم والضروري وده اكتر حاجه هحاسبك عليها، وبقيه التاسكات دي لو عملتها يبقى جزاكم الله خيرا هزودك في المكافاه او اي حاجه، لكن التاسك الاساسي هو كذا كذا. فما ينفعش تسيب التاسك الاساسي وتروح للتاسكات الفرعيه. كذلك الله سبحانه وتعالى ما ينفعش يفرض علينا الصلاه فاحنا نقصر في الصلاه ونروح نبذل جدا جدا في الاعمال التطوعيه وننغمس مثلا في الاجتماعات او العمل في حين ان احنا اصلا سايبين الصلاه. ده لو حصل اعرف ان اصلا عملك ده في خلل، هو ليس خالصا لله سبحانه وتعالى. النقطة الأخيرة معانا في آفات العمل التطوعي هي النقطة اللي كلنا مرينا بها أو هنمر بيها من غير ما نحس أو بنحس، هي مرحلية أو محدودية الإصلاح والتغيير. يعني إيه؟ الشاب اللي كان اكتف جدا في الجامعه او البنت اللي كانت هايبر اكتف في الجامعه بتيجي بعد ما بتتخرج على طول او بيجي بعد ما بتتخرج على طول بينغمسوا في دوامه الحياه القاسيه، سواء البنت بتتغمس في الجواز والولاد بعد كده او الولد بينغمس فعلا في الجيش والجواز والبحث عن وظيفه عشان يقدر يوفر اسباب حياه ومعيشه كريمه. فبتتحول عنده قضية انه يصلح ويغير في المجتمع والاحلام والطموحات دي كلها لقضية مرحلية ايام الجامعة بس، وده بيرجع لسببين. السبب الاول ان في فرق جوهري جدا ما بين ان يكون الدافع بتاعك للاصلاح والتغيير مجرد حاجة انسانية او دافع من الدوافع اللي جواك انت، وما بين ان يكون الدين هو الحاجة اللي انت بتتمحور حواليها وهي الحاجة اللي بتدفعك للتغيير. لو الحاجة الاولى اللي هي الدافع الانساني بس فده ممكن يتوقف عند اوقات معينه، فانت لو الدافع بتاعك الدين عمرك ما هتتوقف عن الاصلاح والتغيير، لان ده هيبقى البنزين اللي عمال يحركك باستمرار. ومش المقصود بان احنا نتمحور حوالين الدين وان هو يكون المركزيه بتاعتنا في الدوافع، ما يبقاش الدافع انساني بس بان كل الحاجات اللي تتقدم حاجات دينيه اطلاقا. احنا فعلا محتاجين لكل الانشطه بشتى انواعها، ولكن دون ان تخرج عن الاطار الديني المسموح به، لأن من الآخر الإصلاح لوجه الله لن يكون إلا بالطرق التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني في مرحلة ومحدودية الإصلاح والتغيير إن أنا كشاب ما بيبقاش عندي العلم الشرعي الكافي أو ما عنديش حتى البيزكس اللي تعصمني من الوقوع في فتن أو شهوات أو شبهات معينة، فببدأ بعد فترة معينة ممكن أحيد عن المسار، أو حتى لو أنا كملت ما بورثش القيم الأخلاقية دي فاللي بعدي بيبدأوا يحيدوا عن المسار. طيب الحل إيه في النقطة دي؟ الحل في النقطة دي من الآخر إن احنا نستشير ناس قديمة كان عندها خبرة ونشوف كانت ممشية الدنيا صح ازاي، ونسأل ناس من اهل العلم المربيين او المتخصصين في الموضوع في ان هم يساعدونا في تصحيح مسار الفرق التطوعية. طيب انا بقى ممكن اتطوع في ايه؟ انواع التطوع كتيرة جدا، وما تختارش حاجة بتفوق قدراتك، اختار الحاجة اللي بتتناسب فعلا مع وقتك وجهدك. ولو عاوز فعلا حاجة ممكن تساعدك في انك توازن ما بين الدراسة والعمل الطلابي وما بين حتى انك بتشتغل، فممكن الحلقة دي تساعدك. طيب احنا بنقول انواع التطوع كتيرة جدا، هي زي ايه؟ في اسر علمية، في اسر فكرية، في اسر اجتماعية، في اسر بتقدم خدمات وجمع تبرعات وفلوس، في نوادي علمية، في اتحادات، في فعلا انواع كتيرة جدا. اختار منها اللي يناسبك وخش زي ما قلنا عشان ما تضيعش وقتك. طيب حلو جدا. نفترض بقى ان انا عاوز اعمل ستارت اب انا الفريق واكون الفريق ومعايا اصحابي وعاوزين نبدا ومش عارفين نعمل ايه، او انا عندي فريق فعلا شغال فيه من فتره بس مقابلني مشاكل اداريه او مش عارف احرك الناس، اعمل ايه؟
هو انا مش هقول لك في فيديو او في 10 دقايق انت هتعمل ايه، لان الموضوع كبير فعلا، بس انا ممكن اساعدك بان انت ممكن تبدا منين. مبدئيا فكره انك تعمل ستارت اب لمكان من اول وجديد، او انك تقوم ناس انت ما انتش قادر تقومهم، ملهاش حل الا حاجتين. الحاجه الاولى انك تبدا تستشير ناس عندها خبره وعلم في المكان ده او في المجال ده. النقطه الثانيه انك تبدا تتعلم، هتتعلم عن طريق فيديوز او كورسز على اليوتيوب، او تتعلم عن طريق كتب. انا هقول لحضرتك الكتب اللي ممكن تحركك، اللي هو دي حد ادنى لازم تكون معاك عشان تبدا تقوم حاجه، ولو عاوز تستزيد بعد كده هتلاقي بقيه الاسماء الحاجات في الديسكربشن. مبدئيا رقم 1 كتب دكتور محمد عبد الجواد، هم 5 كتب صغيرين جدا بس مهمين جدا. قوم الاخطبوط بداخلك، وراء كل عظيم مهاره، اتقن مهاره تتخطى عقبه، الاداره واخلاق المدير، مهارات العرض والتقديم. تاني حاجه كتاب ذا سيكريت بتاع كيم بلانشارد، وكتاب ذا سيكريت ده مش كتاب ذا سيكريت التاني، في كليه هندسه جامعه المنصوره، خصيصا بقى الاسر اللي بتشتغل على الجانب الفكري او الجانب التوعوي او الاجتماعي. هم يعني من افضل الاسر فعلا هناك، اسره زي اسره خواطر او اسره علمه او عمار الارض او عكاز الترا سابقا او اسره بدايتنا. الفرق العلميه في نفس الكليه ممكن افضل 3 فرق موجوده من وجهه نظري، تينن بلاك وفورمولا وبريكن بوينت. اخر حاجه ممكن ننصح بالانضمام ليها هو مشروع بادئ هنا في المنصوره بقاله 4 شهور، بيشتغلوا على دار ايتام اسمه دار الصفا، موجود في طلخه. الناس دي القائمة على المشروع ده انا عارفة فعلا معرفة شخصية. الناس دي بتبذل مجهود عظيم جدا في فكرة ان الطفل فعلا في دار الايتام بيخرج بعد كده مش عارف ايه الصح من الغلط، مش عارف يتوضى، بيصلي غلط، ما بيعرفش يقرأ الفاتحة. ففكرة ان انت بتاخد طفل عشان تبدأ تربيه من الاول عوضا عن ابوه وامه اللي مش موجودين اساسا، فكل حاجة الطفل ده بيعملها في حياته هي في ميزان حسناتك انت. الناس دي مجهودها عظيم ومحتاجين ان احنا ندعمهم، وفتح باب الانضمام ليهم او فرصة الالتحاق بالمشروع ده هي متاحة حاليا، فاللي حابب ينضم ممكن يكلمني هنا تحت في كومنت او على لينك الفيسبوك اللي هيلاقيه في الديسكريبشن، او يتصل بينا على الرقم ده. خد تعالى، نسيت اهم حاجة في الفيديو. احنا لما سألنا الناس على العمل التطوعي والعمل التطوعي بيمثل ايه في حياتهم، كانت ارائهم دي. بس قبل ما نجيبهم، لو عجبك الفيديو ده اعمل له لايك وشير، عشان ده ممكن يكون صدقة جارية. اي حد ممكن يشوف الفيديو ده ويدخل في عمل تطوعي كله في ميزان حسناتك بسبب الشير اللي ممكن تعمله. واعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصل لك الجديد. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اخر نصيحه خالص واخر حاجه عاوز اقولها في الفيديو، نصيحه دكتور ياسر عبد الكريم بكر لما كان بيتكلم في الكتاب بتاعه عن العمل التطوعي، فكان ختم كلامه قائلا: قضيت معظم أيامي في الجامعة ناشطا في الاتحادات والجمعيات الطلابية رئيسا ومرؤوسا. عندما تأملت تلك الفترة اكتشفت أمرا مهما أود منك أن تنتبه إليه، إذ يسلك الكثير من الجمعيات وأعضاؤها نمطا ثابتا في العمل، فيقيمون نفس الاحتفالات في كل سنة وبنفس النمط، ويعدون لنفس الرحلات وبنفس البرامج، ويقلدون ما قام به زملائهم من الطلاب القدامى. هذا بلا شك فيه عيب كبير، وهو إلغاء للفردية والإبداع. الأنشطة اللامنهجية هي المكان الأنسب لإظهار طاقاتنا ومهاراتنا وإبداعاتنا والقيام بشيء مختلف. لابد أن تؤمن بنفسك وتتحداها في إخراج أروع ما فيها، ولا تتأثر بصوت الحاسدين والمثبطين والمخذلين، فهي الدليل على أنك في الطريق الصحيح.